طبعًا كلنا أكيد بنتمنى الشفاء لأحمد رفعت، وكل الناس وشوفنا يعني كل الناس قد إيه زعلانة وقد إيه متضايقة على اللي حصل، وقد إيه الناس مخنوقة، وفي الأول وفي الآخر دي حياة بني آدم، واحد لسه في عز شبابه 30 سنة تقريبًا 31 سنة، فلسه صغير إن هو يحصل له أزمة زي دي، الموضوع يعني مش قليل ومش سهل، وموضوع تقيل وبايخ. يعني تخيل إحنا يعني أنا واحد من الناس يعني ما أعرفوش بشكل شخصي، بس زعلت عليه زي كل الناس، فما بالك بأهله، الله يكون في عون أهله بصراحة، قصة سخيفة وبايخة. بس أنا عايز أعلّق على النقطة دي في حاجة، كابتن ياسر عبد الرؤوف كان دخل وعمل مداخلة مع كابتن سيف زاهر وبيتكلم في القصة دي، وكان متضايق ومخنوق، وكان بيلوم يعني الناس اللي هي منظمة أو اللي عاملة الماتش في أول يوم رمضان، وقال إن يعني ليه سخيف أوي موضوع إن أنت تعمله أول يوم رمضان ومش عارف إيه والقصة دي كلها. والحقيقة إن أنا اتفاجئت بكلام أو برد كابتن سيف زاهر بيقول له إن لأ عادي ومش عادي وكله شايف شغله ومش شايف شغله. يعني بُص، بعيدًا هاقول لكم الدكتور بعد كده قال إيه، يعني بس بعيدًا عن أي حاجة، يعني في أوروبا اللي هي أوروبا بيحترموا دايمًا المناسبات الدينية بتاعتهم، يعني تلاقيهم في الكريسماس ما بيلعبوش، تلاقيهم في مش عارف إيه ما بيلعبوش، بيحترموا جدًا العادات الدينية بتاعتهم. على عكس إحنا المفروض بلد إسلامي، المفروض إن إحنا بنحترم ديننا أكتر منهم، هُم طبعًا كل الناس بتحترم دينها بس لكن إحنا كمسلمين المفروض بنحترم العبادات بالذات شهر رمضان، الناس بتبقى مستنياه من السنة للسنة. رمضان، الأعياد، الحاجات دي كلّها الناس بتبقى مستنياها وبتبقى فرحة عند كل البيوت، وحتى لمّا بيكون حد مسافر بيشتغل برّه مصر، في الدول التانية بيدّوهم أجازات عشان يرجعوا أول أسبوع، أول يوم عيد، مش عارف إيه، اللي هو يفطر مع أهله، يشوف أهله في المناسبات، في الأعياد، في القصة دي كلّها. فما بالك أنت بتحرم واحد من أسرته في أول يوم رمضان إنه يفطر معاها، لإن كلنا عارفين إن طالما في ماتش يبقى في معسكر، يبقى هيفطر في المعسكر، فأنت بتحرم سواء بقى هو فرد مش متجوز أو واحد متجوز، فأنت بتحرمه من عيلته، سواء مراته وعياله، سواء أهله، لإن أول يوم دايمًا بيبقى في زيارات واللي بيروح يشوف مش عارف مين والقصة دي كلها، فأنت حتى ما احترمتش آدمية اللعيب، دي نقطة، وما أعرفش إزاي كابتن سيف زاهر شايف إن ده عادي، دي حاجة. النقطة التانية اللي عايز أتكلم فيها في القصة دي، إن الدكتور لمّا طلع اتكلم في القصة دي قال علشان ده أول يوم رمضان، فلسه المعدة ما خدتش ومش عارف إيه، فأحمد وطبعًا عشان الماتش الفطار 18:00 والماتش 21:30 فهُم كلّهم 3 ساعات ونُص، فاللعيبة ما بتضطرش تاكل براحتها عشان بعيد عن إن هو أول يوم رمضان ما بتقدرش تاكل كويس علشان لو مَلِت بطنها مش هتنزل الماتش مش هتقدر تجري. فأغلب اللعيبة بيعوّضوا ده بالقهوة. علشان تدّيهم power، يعني حتى دايمًا تلاقيه في الgym كده قبل ما يخشوا يتمرنوا في الgym يروح يقول لك خُد لك كوبايتين قهوة والّا كوباية قهوة كده عشان تتمرن تدّيك power. فهو شرب شكله ما كلش كويس، بحكم إن الماتش ما فيش وقت ما بينه وما بين ال الفط ال الأكل، فشرب قهوة علشان ياخد power عشان يعرف يلعب الماتش، فمش عارف عمل إيه، الأملاح، أنا برضه مش دكتور فمش فاهم في القصة دي كلّها. المهم يعني إن سبب إن المعدة عشان ده أول يوم رمضان الجسم مش واخد على كده، زائد الماتشات، خصوصًا إن أنت لو جيت عملت الماتش الساعة 11:00 هيبقى عادي على فكرة، إحنا في رمضان وكلّه بيسهر، عملته 10:00 عادي، 10:30 عادي. الفكرة بقى أنا مش عارف كابتن سيف زاهر كان بيدافع عن القصة دي على إيه، بس لا احترمت العادات أو احترمت المناسبة الدينية بتاعتك وشايف إنه عادي يلعب أول يوم رمضان، وشايف إنه طالما لعيب كورة يبقى عبد ومُسخّر لأي حاجة تحصل، لأ يا باشا برّه اللي هم بيحترموا العقود والقوانين كويس أوي، بيحترموا طقوسهم وعاداتهم الدينية. فأنت كبلد مسلم المفروض أنت كمان تعمل ده. فأنا مش عارف كابتن سيف زاهر بيعمل إيه، يعني من الناحية الطبية طلعت غلط، ومن ناحية الآدمية والمناسبات الدينية برضه طلعت غلط، فيا كابتن سيف زاهر أنت ممكن يكون ليك علاقات باتحاد الكورة أو على يعني أستاذ اسمه إيه؟ نسيت اسمه، اللي هو بيحط الجدول الترتيب، ده حتى عامر حسين، مش عشان صاحبك إن أنت تبرر تبرر حاجة غلط، ما تردش، أضعف الإيمان ما تردش، لكن ما تدافعش عن حاجة غلط.
لكن إحنا للأسف ماشيين بالشلالية وبالأصحاب، وليّا أصحاب في اتحاد الكورة، فأي حاجة اتحاد الكورة هيعملها. ف إحنا ما حيلتناش في حاجة دلوقتي نعملها لأحمد رفعت غير إن إحنا ندعي له، ويا رب بحق الشهر الكريم اللي إحنا فيه إن شاء الله ربنا يقومه بسلامة ويرجع لأهله، لأن الله يكون في عون أهله بعد كل الحاجات اللي بتتقال وإن هم يشوفوه بيقع والقصة دي كلها. الله يكون في عونهم، وإن شاء الله بإذن الله يرجع لأهله سليم بإذن الله.